ما عنديش ذرة شك انك لسه زعلان على رحيل سيد عبد الحفيظ. ما احنا بنتكلم على اسطورة ادارة الكرة واقوى مدير كرة من وقت ثابت البطل الله يرحمه. سيد عبد الحفيظ اللي في الاوقات العصيبة وفي المراحل الحاسمة ولما الامور اتعقدت كان عامل حاسم لصالح الاهلي، وكان دايما بيتعامل مع كل المشاكل والازمات بكل هدوء وذكاء وثبات. سيد عبد الحفيظ مش بس محبوب من كل الاهلاوية في الوطن العربي، لا ده اكد بشكل ما فيهوش اي شك انه اعظم مدير كرة جه في تاريخ الاهلي بسبب كم الصعوبات والازمات اللي مرت عليه مع الفريق وقدر يتخطاها، بل وكان بمثابه حائط صد اول للنادي واللاعبين في الاعلام. مناورات سيد عبد الحفيظ اللي كان بيعملها في ضغطه على المنافسين والمنظومه شيء يدرس. راجل كان بيقدر دايما يرجعك للجيم، وعملها فعلا في موسم 2019 واللي كان ذكي فيه بشكل مرعب. سيد عبد الحفيظ يكفيه انه تاريخيا اكتر مدير كرة حقق مع الاهلي القاب من ساعه تاسيس النادي لحد النهارده، واكيد مفيش حد مثالي، ولكن لما تقيم مجمل تجربه سيد عبد الحفيظ لازم هتقول انها من الاعظم في تاريخ النادي، وتقدر تحط اسمه مع العمالقه اللي شغلوا منصب مدير الكرة زي كابتن ثابت البطل وكابتن طارق سليم. وعمرنا ما ننسى ان في يوم احمد حسام ميدو قال جمله بتلخص حجم تاثير وقوه سيد عبد الحفيظ، يوم ما قال ما تدخلش جيم مع سيد عبد الحفيظ عشان عمرك ما هتكسبه. شكرا يا كابتن سيد، شكرا على كل اللي قدمته، وربنا يكون في عونك يا كابتن خالد بيبو، واللي كلنا متاكدين ان الشيله تقيله عليه. بس الشيله دي كانت ممكن تكون اخف لو بعد الموسم الصفري اللي كان عندنا اللي كان فيه اخفاق على كل المستويات، لكن كابتن خالد بيبو جه وهيتولى منصب مدير الكرة بعد موسم مثالي على كل المستويات. الاهلي حقق فيه تقريبا كل حاجه، وده مستحيل يحصل الا لو كان في سيطره على الفريق واوضه اللبس. عشان كده على قد ما النجاح ده هيسهل بيئه العمل ان شاء الله، على قد ما هيكون ضاغط على بيبو عشان يحافظ عليه. كمان في ملفات صعبه جدا هتقابل خالد بيبو، اهمها مثلا دخول امام عاشور للفريق ودوره كمدير للكرة علشان يدمجه جوه بيئه الاهلي وينسى الحته اللي كان جاي منها. كمان في لاعبين كانوا عايزين يمشوا والاهلي تمسك بيهم ورفض احترافهم او خروجهم، فالسيطره عليهم هتكون مهمه بالنسبه لخالد بيبو. وكمان في لاعبين شخصياتهم صعبه ومواقفهم الاخيره بتقول انك لازم تحكم قبضتك عليهم عشان تحميهم من نفسهم. ده طبعا غير الدور اللي بره الملعب في طبيعه التصريحات وفلسفه امتى اضغط وامتى اتجاهل وامتى ادخل صراع. فللامانه يعني ربنا يوفق كابتن خالد بيبو، المسؤوليه كبيره قوي، وتاريخيا المنصب ده في الاهلي واحد من اصعب المناصب واكثرها تعقيدا وحساسيه، فربنا يعينه عن المهمه دي. وما ننساش اننا كجماهير بنشجع الكيان ووراه وورا رموزه للابد، معنى ان حد مشي اننا نزعل. اللي نقدر نقوله شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ، وكلنا معاك يا كابتن خالد يا بيبو، كلنا مع الاهلي.